ايه هو الوعي وازاي توصله؟ ناس كتير فاكرة ان الوعي ان انت تبقى ناجح غني حياتك وردي وكل حاجة ماشية معاك صح، مع ان دي كلها اهداف مادية، والوعي بعيد عن كل الحاجات المادية خالص. الوعي مش نهاية الطريق وان انت تحقق احلامك، الوعي بداية الطريق. الوعي ببساطة ان انت تبتدي تشوف حياتك بس بعيون مختلفة، بدل ما تعيش على وضع التيار الآلي تبدأ تنتبه. انا ليه بتصرف كده؟ ليه بتتكرر معايا نفس الاخطاء؟ ليه نفس العلاقات بتتكرر في حياتي؟ ليه نفس الوجع بيرجع بنفس الشكل؟ الوعي مش حاجة رفاهية، الوعي ان انت ترجع لنفسك، ان انت تعيش بحقيقتك، ان انت تكتشف ان في نسخة منك اتربت على خوف بدل ما تتربى على الحقيقة بتاعتها اللي هي الحب، ان في نسخة منك فاكرة ان هي مش كفاية مع ان انت في حقيقتك كافي ومكتفي، وفي نسخة منك بتحارب عشان تثبت ان هي ليها مكان في الحياة مع ان في حقيقتك الحياة كلها جوه منك. الوعي ان انت تبدأ تسأل نفسك ليه وتنتبه. ورحلة الوعي مش دايما لطيفة، يعني انت ممكن تحس ان انت بتخسر ناس، بتبعد عن اماكن كانت بتموتك بالبطيء، تحس ان انت بقيت لوحدك وان مفيش حد من اللي حوالين منك فاهمينك. ليه؟ لان انت وعيك ارتفع، فانت وعيك غير وعيهم، فما بقاش في بينكم تلاقي او تفاهم. الوعي بيوريك ان اللي انت كنت فاكره امان هو قيد في حياتك، وان اللي انت كنت فاكره حب هو كان احتياج فهو في حقيقته نقص، وان اللي انت كنت فاكره نجاح كان هروب اساسا من نفسك. رحلة الوعي بتمر بمراحل، الإنسان اللي عايز يمشي في رحلة الوعي لازم يفهم رحلة الوعي. الوعي ما بيجيش قفزة. أول مرحلة فيها الانتباه، إن أنت تنتبه لمشاعرك، تفهمها وما تنكرهاش، يعني تحس بالوجع بدل ما أنت بتستخبى منه وتهرب منه، يعني من الآخر بتواجه حقيقتك في مرايتك بدل ما تكسر المراية عشان تستخبى من نفسك. تاني حاجة إن أنت تفهم، الفهم إن اللي حصل لك زمان هو مش ذنبك، بس مسؤوليتك إن أنت دلوقتي تعمل تشافي لنفسك. تفهم ان اللي اهلك زمان عملوه فيك هو برمجه هم اتبرمجوا عليها وما كانش بايديهم. تفهم ان انت محتاج تتعلم تحب نفسك قبل ما تطلب من حد ان هو يحبك. ما تقعدش تبحث عن توأم الروح وتوأم الشعلة، لا، حب نفسك الاول وبعد كده الحب هيجيلك. ان انت تتحرر، تفك العقد، تشيل الاحمال اللي هي مش بتاعتك وانت شايلها، ان انت تسمح لنفسك تعيش بحقيقتك، فتقول لا من غير ما تحس بالذنب، وتقول على الحاجات اللي انت عايزها من غير ما تخاف، وتاخد خطوة صغيرة بدل ما تستنى المعجزة الكبيرة اللي هتقلب حياتك. الوعي مش هدف انت بتحققه وتقفل عليه وخلاص كده وتعيش مبسوط. الوعي محتاج استمرارية، يعني كل يوم شغل، كل يوم خطوة تاخدها، كل يوم اختيار بوعي، كل يوم تواجه نفسك وتشوف حقيقتك، وكل يوم تكتشف حقيقة جديدة. فلو انت فاكر بقى ان رحلة الوعي هدفها ان انت تحقق اهدافك المادية واحلامك، فانت كده اصلا بعيد اوي ولسه ما بدأتش. الوعي مش بيضمن لك حياة مثالية، الوعي بيديك الادوات اللي انت تتعامل بيها في حياتك، بحلوها بقى بمرها. فالوعي هنا مش بيمنع عنك الالم زي ما ناس فاكره، لا، هو بيساعدك ان انت تفهم الرساله من الالم دي فتحرره فترتاح. الوعي مش بيشيل عنك الخساره، هو بيعلمك تكسر نفسك من بعدها فتقف على رجليك اقوى وتعوضها. الوعي مش ان انت توصل، الوعي ان انت تمشي، ان انت تكمل، ان انت تختار نفسك حتى لو انت خايف، ان انت تحضن الطفل اللي جواك اللي تعب وتكسر وما كان لهوش ذنب، فبدل ما تهاجمه وتكبته تعمل له تشافي، ان انت تتصالح مع اللي فات وتفتح باب للي جاي، ان انت توقف وتقول انا مستاهل ان انا ابدأ بداية جديدة بس بداية حقيقية.